السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي واحلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. تعالوا بقى النهاردة نشوف عملنا صينية الكفتة بالبطاطس دي. حاجة كده خفيفة وسهلة وسريعة، يعني من الاكلات المنجزة في الحر ده، وحاجة كده كلها في حاجة واحدة، مش هنعمل مواعين كتير ولا حلل كتير. والكفتة كمان كانت طعمها حلو قوي، والبطاطس كمان كانت حلوة قوي واخدة طعم الكفتة، وكمان كل الدهون اللي في الكفتة بتنزل عليها فبتديها طعم حلو جدا. وكمان هنشوف عملنا ازاي بقى سلطة الطحينة والسلطة الخضرا دي بتاعة الحاتي. تابعوا معايا الفيديو للآخر، لو أول مرة بتشوفوني نوروني بالاشتراك في القناة، وكمان فعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ الوصفة بتاعتنا ونشوف عملنا الصينية الجميلة دي ازاي. اول حاجه كده انا معايا بصلتين كانوا حجمهم صغير زي ما انتم شايفين كده. لو بصلايه واحده يعني حجمها كبير شويه هتكون افضل. دي مقدارها نص كيلو لحمه مفرومه، يعني نص كيلو لحمه مفرومه، بصلايه حجمها كويس كده، حجمها حلوه يعني. فانا ما كانش عندي بصل كبير فاستخدمت الاتنين دول. قطعه بقى من الدهن كده حوالي 100 جرام. وده لو اللحمه برضو حمرا قوي تقدري بقى تستخدمي كده قطعه دهن حوالي 100 جرام. انا هنا استخدمت ليا، ولو عندك ليا هيكون افضل بكتير في الطعم. بشرتها كده بقى بشر ناعم زي ما انتوا شايفين كده مع البصل، وهحطهم في بولة كده بقى، وهنزل عليهم بالبهارات بتاعتي. وطبعا زي ما قلتلك المتوفر عندك ليا او دهن او اي حاجة. حطيت بقى معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من بهارات اللحمة او بهارات الكفتة، ومعلقة صغيرة فلفل اسمر، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. وكمان حطيت رشة من البابريكا، نص معلقة من البابريكا. ونزلت بقى هنا باللحمة بتاعتي، وهعجن الكلام ده كله بقى كده يعني لمدة 5 دقايق كده، لحد ما الكلام ده كله يتجانس مع بعض زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. هجيب بقى الصينية بتاعتي وهحط فيها كنت بقى مقطعة بصلاية كده شرايح، وقرن فلفل اخضر. هنزل بيهم بقى كده في الصينية بتاعتي، وهنزل عليهم بنفس البهارات اللي انا حطيتها للكفتة، الملح والفلفل الاسمر وبابريكا وبهارات الكفتة. تمام. وهدعك بقى الكلام ده كده مع بعضه، وبعدين هنزل عليه بالبطاطس، وبرضه هقلب كل الكلام ده كده مع بعضه كويس جدا. هنا بقى نقلب الكلام ده كده ونرصه في الصينية، وبعدين بقى نجيب اي حاجة نصب عليها، سيخ بقى بتاع الكفتة او المعلقة اي حاجة زي ما انتم شايفين كده. وهنا كنت عامله الصابع يعني كبير شويه، عشان ايه؟ بناخد بالنا ان الكفته لما بتتحط على النار بتكش شويه، فما نصغروش قوي عشان تدينا شكل حلو يعني. تصبعيها بقى بالشكل ده كده، وترصيها بقى في الصينيه الشكل اللي انتي حباه. انا هنا بقى عملتها على شكل كده ايه، وردة كده زي ما هتشوفوها معايا دلوقتي. كانت شكلها حلو قوي زي ما شفتوها في اول الفيديو. بناخد كده قطعة من اللحمة على ايدينا، وبنبدأ نشكلها كده لحد بقى ما نخلص الكمية بتاعتنا. وكانت بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هنحطها على البوتاجاز من فوق بقى كده لحد ما تستوي معايا كويس قوي. وطبعا الكفتة بتنزل اي مية فيها، والبطاطس بتتشربها وبتاخد الطعم الجميل ده منها. بعد بقى ما تستوي هنقفل عليها من البوتاجاز من فوق، وهندخلها الفرن، هنقد لها الشواية يعني 5 دقايق او حوالي 3 دقايق بس، اللون يحمر كده شوية ونطلعها على طول. هنا بقى نعمل سلطة الطحينة. معايا هنا حطيت حوالي 3 معالق كده من الطحينة، زي ما انتوا شايفينها كده. وهبدأ بقى دلوقتي احط عليهم البهارات بتاعتي. هحط معلقتين كبار كده من الخل، وهحط عصرة نص ليمونة طبعا على حسب الكمية اللي انت بتعمليها. وكمان هنزل عليهم بقى بالملح والكمون وبس كده. لو حباها بقى تكون مشطشطة شوية ممكن تضيفي لها سنة كده من الشطة، طبعا على حسب الكمية برضو انت بتعمليها. وهنقلب بقى نلاقيها مكتلة كده معانا. هنضيف لها بقى دلوقتي المية السخنة، هتبدأ تفك معانا واحدة واحدة تاني. مية سخنة او مية دافية اهو، طبعا على حسب القوام اللي انت عايزاه. بتنيكي تضيفي لحد ما توصلي للقوام، عايزاها خفيفة عايزاها تقيلة. بس افضل قوام ليها ان هي تكون وسط، لا تقيلة قوي ولا خفيفة قوي. اهي كده بالشكل ده كده. هنبدأ بقى ايه لحد ما نوصل للقوام المطلوب. كانت تقيلة فانا خففتها شوية زي ما انتوا شايفينها كده، بقت بالقوام ده كده. ولونها كمان فتح معايا جدا، الخل بيفتح لون الطحينة، بيديها لون فاتح وحلو كده معانا. تمام. نقلتها بقى في بولة نظيفة كده وبس كده. وادي صينية الكفتة بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، كانت بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. قد ايه بقى البطاطس يعني طعمها ما شاء الله حلو قوي، وبتاخد طعم اللحمة كده،
وكمان كانت دايبة كده، وما شاء الله يعني أكلة سريعة ومنجزة في الحر ده، مش تاخد معانا مواعين كتير ولا مجهود كتير كمان. عملت بقى معاها السلطة الخضرا دي بالبصل كده، سلطة الحاسي، وسلطة الطحينة اللي عملناها مع بعض، وبس كده بالعيش وبألف هنا وشفا. يا رب الفيديو يكون عجبكم والوصفة تكون عجبتكم، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.